بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في دورة مباحث مهمة لمعلم القرآن الكريم. وقد توقفنا في المحاضرة السابقة عند حرف الياء، وآخر مسألة كنا فيها هي مسألة الأخطاء والتنبيهات على هذا الحرف. وآخر نقطة في مسألة الأخطاء والتنبيهات تكلمنا عن مراعاة صورها في الرسم وقفا ووصلا، وقلنا في المحاضرة القادمة والحمد لله قد أبقانا إلى هذه المحاضرة، فنواصل معكم التنبيه والتحذير على ما ترسم يعني في المصحف، ما يرسم في المصحف من الياءات وما يحذف. وأمر الرسم أمر مهم لمعلم القرآن، وأنتم تعلمون أن رسم المصحف رسم بطريقة كانت عليها الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم، فلا يقاس هذا الآن على الإملاء، فلا نقول أنهم كما يقول البعض أنهم أخطأوا، لا، كيف تقيس ما لم يكن في عهدهم؟ وهم كتبوا المصاحف لتحتمل القراءات كما تعلمون، وكتبوه كذلك على لغة قريش. والكتابة مرت في 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة التدوين، وهي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلما كان ينزل عليه الوحي فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما يشافه جبريل عليه السلام فينادي أو يدعو كتاب الوحي، وكان منهم الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم، وكان منهم زيد بن ثابت ومعاوية، وكلهم رضي الله عنهم من هؤلاء الصحابة، حتى منهم من عدهم 40 كاتبا، ومنهم زيد رضي الله عنه، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن ما كان يجمع في مكان واحد، كان يكتب على اللخاف وعلى العسب وعلى الجرائد وعلى يعني كل ما كان يتوفر لهم كانوا يكتبونه، وما كانوا يجمعونه في مكان واحد في مصحف واحد. وما كان من الضروري أن يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان بين ظهرانيهم النبي صلى الله عليه وسلم موجود. لو اختلف شيء أحد من الصحابة رجعوا لمن؟ رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما اختلف عمر وهشام رضي الله عنهما في قراءة في سورة الفرقان، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام: اقرأ، فقال له: هكذا أنزلت. فقال لعمر: اقرأ، فقال: هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه. فكان أي مسألة خلافية كانوا يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ارتدوا الناس، أو كثير منهم ارتد، وتعرفون يعني كثير من كانوا يحاربون المرتدين كانوا رضي الله عنهم من القراء ومن الحفاظ، حتى أن في معركة اليمامة التي كانت مع مسيلمة الكذاب وأصحابه استشهد كم من الصحابة من القراء ومن الحفاظ؟ قيل منهم من قال 700 ومنهم من قال 70، يعني هذا العدد الذي يذكر في الكتب. فعمر رضي الله عنه خشي من ذهاب القرآن، والخشية كانت من إيش؟ كانت من ذهاب
القراءات، لأن هذا يحمل قراءة وآخر يحمل قراءة أخرى وذاك يحمل قراءة أخرى وهكذا. فخشي عمر رضي الله عنه عن ذهاب هذه القراءات، فأشار على من؟ أشار على أبي بكر رضي الله عنه، وكان هو الخليفة الذي كان يحارب المرتدين ومنع الزكاة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ هل وافق من بادئ الأمر؟ لا، لم يوافق. لماذا يقول ما يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفعله نحن؟ فيقول إلى ما رأيت ما رأى عمر وشرح الله صدري فوافقت عمر في ذلك. ثم استدعوا من؟ زيد بن ثابت، فقالوا أنت شاب لا نتهمك، كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني من الأمور التي كانت عندها مؤهلات الكتابة، والذي يكون هو يترأس اللجنة اللي إيش؟ التي ستجمع المصحف. فأيضا رفض من أول الأمر إلى ما شرح الله صدره فوافقهما، فجمعوا المصحف بالطريقة التي نحن ليس الآن في يعني درس رسم المصحف، ولكن نريد أن نصل إلى المسألة المرادة معنا في الياءات الآن. فجمعوا المصحف في إيش؟ بين دفتين، جمعوا المصحف بين دفتين. ويسمى هذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، بكر الصديق، تسمى مرحلة الجمع. إذا معنا مرحلة التدوين، وهي إيش؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان تدوينا. مرحلة الجمع كانت في عهد من؟ في عهد أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته، يعني قبل وفاته، سلم المصحف إلى من؟ إلى عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه سلم المصحف لمن؟ لحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما سلم من؟ عثمان. لماذا؟ أيوة، ما كان هو الخليفة، يعني أمر بديهي. كيف يعطي عثمان وإلى الآن لم يختار أنه يكون إيش؟ يكون خليفة. فكان مع حفصة رضي الله عنها. لما أتى عثمان رضي الله عنه، فكانت كان في زمنه كانت الفتوحات، يعني من الفتوحات التي كانوا يجتمعون الصحابة، صغار الصحابة وكبار الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يجتمعون في الحروب للفتوحات. فكانت مرة من المرات كانت يذهبون إلى يفتحوا أرمينيا وأذربيجان، وكانوا من الصحابة من الكوفة ومن البصرة ومن المدينة ومن مكة ومن كذا يتجمعون. هكذا كانوا، لأنهم تحت أمرة واحدة، كان الإسلام هكذا. فلما يجتمعون فيقرأ هذا بقراءة، ويقرأ هذا على حرف آخر، ويقرأ هذا على حرف آخر، وكل واحد يقول حرفي أو قراءتي هي الصحيح وقراءتك الخطأ. فكانوا يتقاتلون. فكان معهم من؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأتى لعثمان مباشرة، يعني رجع إلى عثمان مباشرة، لم يذهب إلى البيت هنا وهناك، لا، أمر مهم. يذهب إلى عثمان مباشرة يقول له أدرك هذه الأمة لكي لا تختلف كما اختلف اليهود والنصارى. فعثمان رضي الله عنه أصلا عنده سابقة موجودة في إيش؟ المعلمين في الكتاتيب في المدينة. فكان عندهم أيضا إيش؟ بعض الخلافات، أن هذا يقرأ بهذه الطريقة، وهذا يقرأ بقراءة ابن مسعود، وهذا يقرأ بحرف أبي، وهذا يقرأ بحرف كذا. فكانت تصير بينهم إيش؟ خلافات بسيطة. فلما أتى حذيفة رضي الله عنه وأخبره بهذا، فعثمان تنبه إلى الأمر مباشرة. وكان في عهد عثمان رضي الله عنه 12,000 صحابي، فجمعهم وبين لهم هذه المسألة ولم يعترض أحد. فأخذ المصحف، طلبه من حفصة رضي الله عنها، ويعني تعهد بإرجاعه لها. وباقي المصاحف أنها تحرق، باقي المصاحف تحرق. فماذا فعلوا؟ قاموا نسخوا المصحف الذي كان جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه،
فجمعوه، لكن إيش؟ على كتابة واحدة تحتمل القراءات التي كانت في العرضة الأخيرة. آخر عرضة عليكم السلام ورحمة الله، فكان من الصحابة من كان يحضرها ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فكتبوها على هذه العرضة التي تحتمل إيش؟ الأحرف السبعة. لا بعض المؤلفين وبعض الكتب يقولون أن عثمان رضي الله عنه ماذا فعل؟ أسقط 6 أحرف وبقي على حرف واحد. نقول لا لعثمان رضي الله عنه ولا لغير عثمان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له الحق أن يغير حرف واحد، ما أنزله الله عز وجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه. ومعروف هذا الأمر حتى في سورة إيش؟ سورة المعارج أو الحاقة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم، سورة الحاقة. هذه لأي سبب؟ لو كان هناك تحريف أو كان هناك أمر وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. هذا كلام الله عز وجل كما هو موجود بين الدفتين الآن معنا، هو المصحف القرآن الذي استرضاه الله سبحانه وتعالى لنا، هو الذي معنا الآن. من كم سنة؟ 1400 وشيء الآن. نعم، هذا هو المصحف الذي عليه إلى قيام الساعة. نعم، ولا تأتيك هذه الدعوات أن هناك سيأتي مصحف آخر أو سيكون كذا أو سيكون كذا. هذه كلها إيش؟ كلها خزعبلات. فكيف أناس يموتون وكذا على هذا المصحف؟ هذا هو المصحف هو نفسه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فجمع عثمان رضي الله عنه هذه المصاحف، حتى أنهم لما كتبوه فقيل أنهم اختلفوا في كلمة التابوت. كيف يكتبونها؟ يكتبونها بالتاء المربوطة وبالتاء المفتوحة. شوفوا الدقة اللي عندهم فكانوا يرجعون لعثمان رئيس اللجنة هذه، ورئيسها عثمان رضي الله عنه، والرئيس اللجنة الموجود هو زيد بن ثابت. فيرجعون له: كيف نكتبها؟ قالوا: اكتبوها على لغة قريش، لأنه نزل على لغة قريش. فالكتابة كانت على لغة قريش وليست الأحرف. الأحرف كانت تكتب على ما كانت في العرض الأخيرة. ترك المنسوخ الذي نسخ في التلاوة، ما كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسخ لفظا تلاوة، فهذا كان إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله، كان لا يكتب في المصحف. ومعروف الناسخ والمنسوخ، المعروف اللي في التلاوة مو مكتوب في المصحف. في هناك المنسوخ موجود في المصحف، لكن كان يتلى أو يتليه النبي صلى الله عليه وسلم فموجود، لكن لما كان منسوخا تلاوة فكان إيش؟ ما يكتب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكتب بهذه الطريقة، حتى أنه مثلا في المصاحف الآن تجد سارعوا وتجد إيش؟ مصحف آخر وسارعوا، لأن عثمان رضي الله عنه كتب كم مصحف؟ كما قيل 5، قيل 6، قيل 7، إلى وصلوا 8. أقوال موجودة. وال5 هذه أو ال6 طبعا هي التي في الحقيقة هي التي أبرز شيء. لماذا؟ لأن مع كل مصحف ذكر الصحابي الذي أرسل معه. مثلا لما أرسل مثلا لمكة، فقيل أنه أرسل مع من؟ مع عبد الله بن السائب رضي الله عنه. لما أرسل مثلا إلى الشام، أرسل مع المغيرة. نعم، فكل مع كل مصحف يرسل إيش؟ صحابي مع كل نعم. قيل بعد ذلك البحرين، وقيل مصر، وقيل اليمن. هذه الثلاثة قولك لم يذكر من أرسل معه، فلذلك قالوا 8. وإلا هي في الأصل ال6 الموجودة، اللي هي كان في المدينة مصحفين: مصحف مع عثمان رضي الله عنه، ومصحف مع عامة الناس الموجود، ومصحف إلى مكة، ومصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى الشام، ومصحف إلى الشام. فهذه المصاحف التي كانت موجودة، ومع كل كلمة
ما كانوا يستطيعون أن يكتبوها بصورة تحتمل قراءتين، كانوا ماذا يفعلون؟ يكتبونها في مصحف بطريقة ومصحف ثاني بالطريقة الثانية. مثل ما قلنا في بعضها واوات، وسارع سارع، ووصى وأوصى، فكتبت في بعض المصاحف ووصى وفي بعض المصاحف وأوصى. في بعض المصاحف مثلا قليل وفي بعض المصاحف قليلا بالألف. في بعض المصاحف مثلا أيوة من تحتها في سورة التوبة وفي المصاحف المكية، والمصاحف البقية إيش؟ تحتها لا توجد هذه. وقس عليها تقريبا يمكن 37 كلمة موجودة إيش؟ مختلفة في إيش؟ في الكلمة. لكن الكلمات التي يحتملها الرسم فكانوا يكتبونها بطريقة واحدة وتوزع على المصاحف كلها. مثل كتبت مالكي، تحتمل أن تقرأ إيش؟ مالكي. لذلك لما أتوا العلماء فيما بعد ووضعوا شروط للقراءة الصحيحة أبو أحمد قالوا إيش؟ قالوا أن تكون متواترة أو سند صحيح على حسب الخلاف الموجود عند العلماء، أن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه، أن تكون موافقة للمصحف العثماني ولو احتمالا. شوفوا الدقة، قالوا ولو احتمالا. لماذا قالوا ولو احتمالا؟ لأن الكتابة تحتمل بقراءة أخرى. يعني مثلا ملكي الآن مكتوبة على قراءة من قرأ ملكي ولم تكتب على قراءة مالكي، صح؟ فأيهما الاحتمال؟ قراءة من؟ مالكي الاحتمال. والقراءة اللي هي التي توافق الرسم هي مالكي. وقس عليها كثير هذه. ومنها ما حذف اختصارا. نحن لا نقرأ الحمد لله رب العالمين، هل نكتب الألف؟ ما في مصحف يكتب الألف. لو كتب في مصحف ألف فالمصححين يقول إيش؟ هذا المصحف أيوة خالف الرسم فهو خطأ لا يتداول. هم كتبوه بطريقة تحتمل إيش؟ تحتمل القراءة. كتابة أحيانا تكون فيها كتابة اختصار، اللي مثل العالمين نسميه إيش؟ نسميه حذف واختصار. واللي مكتوب مالكي تقرأ مالكي نسميه حذف وإشارة، أي إشارة لقراءة أخرى. وهناك حذف يسمى حذف اقتصار، يحذف. يعني عندك 5 كلمات في القرآن متشابهة، تحصل إيش؟ واحدة منها محذوفة، الألف منها على سبيل المثال، والأربعة البقية إيش أو الخمسة ثابتة. مثل كانت الميعاد، تشوفها إيش؟ إن الله لا يخلف الميعاد بالألف. لما تأتي بسورة الأنفال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، تحصلها إيش؟ عين دال، ما في ألف. الألف يضعونها إيش؟ ضبط. نعم، هذه يسمونها إيش؟ يسمونها حذف اقتصار، بمعنى ما في قراءة أخرى. هناك بارك الله فيكم من يوجه هذا الرسم إلى توجيهات، نقول هذه التوجيهات استئناسية لا نجزم بها. لماذا؟ لأنها لم ترد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ترد عن التابعين، وإنما فيما بعد أو الناس فكروا في أمور تدبرية، يتدبرون القرآن الكريم فتح الله عليهم. لكن لا نستطيع أن نأخذ إيش؟ بالجزم أنها لهذا السبب الصحابة حذفوا هذه الألف. مثل هذه الكلمة ماذا يقولون؟ على سبيل المثال يقولون أن كل كلمة الميعاد أتت في حق الله عز وجل فهي ثابتة الألف كميعاد الله الذي لا يخلفه. والميعاد الذي أتى في إيش؟ للناس فحذف، لأن الميعاد ميعاد الناس إيش؟ نقول الساعة 8 بنوقف الساعة 8:15، فالميعاد يختلف. فأخذ على هذا وقس على هذا. فنقول هذه أمور استئناسية. فمراعاة إذن الرسم العثماني للطالب أو للمعلم أمر مهم. نأتي الآن في الياءات، نحن لأن وصلنا إلى حرف الياء. فنقول في الياءات بارك الله فيكم، إما الياء ستجدها محذوفة وتقرأ عند حفص، أنا بتكلم عن حفص فقط الآن. إما أن تكون محذوفة وتقرأ، ستأتينا الأمثلة. إما أن تأتينا مكتوبة ولا تقرأ، مكتوبة ولا تقرأ. وإما أن تأتينا غير مكتوبة
محذوفة وصلا وتثبت في إيش؟ في حال الوقف. كل هذه الأمور ستأتي بإذنه تعالى، وستجدون كلمات متنوعة وأنتم تلاحظونها في رسم المصحف لما تقرؤون على بعض الطلبة يسألون عنها ما هي الإجابة، سنجد الإجابة إن شاء الله في هذه المحاضرة اليوم. فإثبات الياء المحذوفة رسما حال الوقف نجد مثال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، سورة البقرة موجودة عندنا. شوفوا اللون الأحمر، الياء هذه الصغيرة، هذه ياء إيش نقول عنها؟ ياء محذوفة، هاي في الأصل محذوفة فضبطت. وطبعا تعرفون أن الضبط مر بمراحل، بدأه أبو الأسود الدؤلي بتنقيط الإعراب يسمى، كان الحركة يعني الحركة الإعراب الفتحة والضمة والكسر كانوا يضعونها إيش؟ نقط، ولها قصة معينة لكن ليست وقتها الآن. والتنوين كان يحط نقطتين. ثم يمر في مرحلة أخرى يأتي تلامذته وهم يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم في زمن الحجاج بأمر كذلك من عبد الملك بن مروان رحمه الله، فتعجم ايش الحروف النقاط، ذال جيم خاء شين، هذه النقاط وضعت في زمن الحجاج. ثم يأتي بعدهم الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي ويستنبط ويخترع ايش الحركات التي هي من جنس الحرف. الفتحة يخترعها من الألف، ألف صغيرة مبطوحة يسمونها. الواو الضمة يخترعها من ايش؟ من الواو. الكسرة من الياء. الشد من الشين من غير تنقيط. علامة المد هذه من اختراعه. علامة المد ايش هي؟ شوف اكتب كلمة مد واقطع الميم هذه ستجدها ايش؟ هكذا. هذا ايش؟ اللي هي للميم وياي للدال، هذه الدال. ايوه. السكون الذي نستخدمه نحن المشارقة، هذه ايش؟ هذه رأس خاء. رأس خاء اللي هي من خفيف، من كلمة خفيف. وقس عليها. ايوه طبعا الضبط روح علم يعني يحتاج الى. فهنا بارك الله فيكم هذه محذوفة لكن ايش؟ لكنها تنطق. الآن هناك أمر مهم لا يفرقه المعلم أو كثير من المعلم لا يفرقونه بين الضبط وبين الرسم. بين الضبط وبين الرسم. الآن لما نأتي إلى هذه اللون الأحمر الياء المعكوفة، هذه الياء المعكوفة، هل هذه من رسم المصحف؟ هذا ضبط، يعني لم يكن في عهد من؟ في عهد عثمان رضي الله عنه، يعني ليس هي من الرسم نسميه. نفرق في شيء اسمه رسم وفي شيء نسميه ضبط، والضبط أنواع. حتى الضبط بارك الله فيكم يدخل فيه يقولون الفواتح والخواتيم. رؤوس الآية هذه هي تدخل في أيضا علم الضبط. بمعنى إيش؟ بمعنى أن المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه لم يكن فيه إيش؟ رؤوس آية. كان إيش؟ سرد آيات بس اللي يفصل بينهم إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة تكون كذلك إيش؟ في نفس السطر. لاحظتم أنتم بعض لعلها في قطع المصاحف التي موجودة على الإنترنت إيش تجدونها معها بسم الله الرحمن الرحيم، إلا ما بين الأنفال والتوبة فعلوا إيش؟ فراغا، فجوة فقط. يقال في السابق بياض، يقال في السابق إيش؟ بياض بين الأنفال والتوبة. وإلا بهذه الطريقة يعني ليس هناك. فأتوا بعد ذلك من في البداية في أول ما جعلوا يقولون نقطوا التاء والباء وخمسوا وعشروا. أول ما فعلوا هذا قبل أيضا إيش؟ تنقيط أبو الأسود الدؤلي. وهذا كلام ذكره قتادة، يذكره الإمام الداني رحمه الله في كتابه المحكم في نقد المصاحف بسنده عن قتادة رحمه الله، وهو تابعي، والتابعي لا ينقل إلا عن من؟ إلا عن الصحابة. فالصحابة هم الذين فعلوا هذا. فمنهم حتى أن ابن سيرين رحمه الله كان يمسك عليه مصحف منقط. وكان الحسن البصري
رحمه الله. حسن البصري كان في عهد مين؟ في عهد التابعين، اللي هو في عهد عبد الملك بن مروان، يعني في زمن الحجاج. فكان الحجاج ايش؟ يجعله مثل الآن الذي عندنا مثلا يقول لك رئيس المصاحف أو رئيس تصحيح المصاحف، كان الحسن البصري يؤخذ له المصاحف ويعني ينظر فيها لتصحيحها. فكانت موجودة هذه، لكن ايش؟ لكن القصد الآن أن لابد أن نفرق الآن بين خط الصحابة، كتابة الصحابة، وبين القلم الآخر وهو ايش؟ وهو التنقيط أو نسميه الضبط. حتى أنهم يعني أبو الأسود الدائي لما نقط ما نقط بالأسود، نقط بالأحمر. ليش؟ لكي يقول لك لكي لا يخلطوا بما بالإيش؟ يخلطوا بالسواد، يخلطوه بالسواد، لأن السواد كان إيش؟ هم خط الصحابة رضي الله عنهم. حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جردوه ولا تخلطوا به شيئا. فأتى بعضهم كأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يشرح كلام ابن مسعود، فماذا يقول؟ يقول لكي لا ينشأ نشأ فيظن أن هذا من رسم المصاحف، من رسم الصحابة النقط هذه، فإيش كانوا يحطونها بألوان أخرى. الآن ظهر مصحف بالتنقيط بالألوان وبالحركات بالألوان، اللي هو في أشرف عليه أو نعم الدكتور أشرف طلعت في بروناي، جامعة بروناي، جامعة بروناي هو يعمل هناك. وفي دولة بروناي قاموا بطباعة مصحف فجعلوا التشكيل في كله باللون ايش؟ باللون الأحمر. نعم. لكن الآن الحمد لله الأصل أن الناس تتعلم هذا الأمر فلا تخلط بين الرسم وبين هذا. فإذا القصد الآن الإشارة الحمراء هذه الياء هي ليست من ايش؟ من رسم المصحف، يعني ما كانت موجودة. كيف كانوا يقرؤون؟ هل كانوا يقرؤون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما؟ هل كانوا يقرؤون هكذا؟ لا، كانت المشافهة هي الأصل. فهذا الضبط أتى إيش؟ على ضبط التلاوة، والضبط يكون على حال الوصل. كل شيء في الوصل يكون إيش؟ يكون هذا الضبط يأتي. فالقصد أن هذه الياء إيش؟ ضبطت أو وضعت متأخرة. فيأتي البعض الآن ويقول أن إذا وجدت هذه الياء فوقفنا عليها، يعني لو واحد وقف الآن مثلا اضطرارا أو اختبارا، نحن نقف هكذا الآن مثلا للتعليم، نقف فقط من كلمة يستحيي، نقف هكذا صح؟ حد عنده خلاف في هذه؟ نقف إيش؟ يستحيي بالياء المحذوفة، واللي هي مضبوطة في الآن في الضبط اللون الأحمر أو اللون احنا عندنا الآن في المصاحف بالأسود. نأتي إلى مثال آخر، والله يحيي ويميت مثلها. هذا يسمى بارك الله فيكم لما تحذف ياء، داود كيف يكتبونها؟ واو واحدة ويحطون واو صغيرة صح؟ الواو الصغيرة هذه هل هي من رسم المصحف؟ لا، يعني كانت تكتب في عهد الصحابة بواو واحدة. فيسمى هذا الحذف حذف التماثل، قاعدة اسمها إذا اجتمع واوين في كلمة أو ياءين في كلمة أو ألفين في كلمة يحذفون إحداهما، ما تجتمع إيش؟ ياءين ولا واوين ولا ألفين. هذه هي القاعدة، في استثناء سنذكره بعد قليل، لكن الأصل أن لا يجتمعان، فإذا وضع يوضع ضبطا صغيرا. فإذا الآن هذا إيش؟ هذا ضبط نقف عليه يحيي ويميت، نقف يحيي. هذا الضبط يا أخوة قاعدته يرسم أو يضبط على حال الوصل. إذا أنت لفظت في حال الوصل إيش؟ ترسمها، ما لفظت في حال الوصل ما ترسمها. ولذلك هم ضبطوا حتى أواخر الآية، لأن أنت الاحتمال إيش؟ الوصل. زين. فنأتي الآن إلى مسألة أخرى، إن وليي الله، فيها محذوفة ولا ما في؟ فيها محذوفة. أنت في المصحف تجدها إيش؟ ياء واحدة، والياء الثانية إيش؟ معكوفة. فيقولون متى تحذف الأولى أو الثانية؟ يقولون إذا حركت الثانية أثبتت، إذا حركت الثانية أثبتت.
وإذا سكنت هي المحذوفة، قاعدة كلية نقف عليها كيف؟ أشرح عبد العزيز إن وليي الله، إذا وقفنا أيوة بإثبات الياء، إن وليي. ننتبه بارك الله فيكم، لابد أن نعلم هكذا، لأن البعض لما يقف على هذه ما يعرف شيء، يقف إن ولي، يقف هكذا، لا خطأ، إن وليي. نأخذ مثال آخر، أنت وليي في الدنيا والآخرة. واحد يقول إن وليي الله، أثبتنا إيش؟ أثبتنا الثانية، وهذه أثبتنا إيش؟ أثبتنا الأولى، الثانية محذوفة. قلنا قبل قليل القاعدة تقول إيش؟ الثانية إذا ساكنة هي المحذوفة، الطرف سكون، إذا حركت هي الثابتة. هل هي تختلف عن السابقة؟ الآن لو وقفنا شيخ عبد العزيز، وقفت على الأولي إن وليي صح، الثاني كيف نقف عليها؟ إن وليي نفس العملية، إن وليي. مو واحد يأتي ويقول لا هذه إيش؟ هذه كتابات غير وهي كتابات غير. لابد من التركيز والتنبيه للطلبة. واحد يقول احنا بس لأن بنوصلها ما نوقف عليها، أنت اليوم ما توقف عليها، الطالب اللي قرأ أمامك ما يوقف عليها، يمكن هو لما بيعلم الطالب اللي عنده يقف عليها. احنا قلنا دائما نعطي ايش؟ نعطي بعد نظر، ما قرأ اليوم ما أخطأ اليوم يخطأ بعدين، فلا بد نحن نثبت عنده المعلومة ويكتبها. فإذا نقف ايش؟ إن وليي، يصلها إن وليي في الدنيا والآخرة، أنت وليي في الدنيا والآخرة، إن وليي الله. إن تنصب فإيش اللي بعدها؟ فتكون إيش؟ منصوبة بالفتح. زين نأتي غيرها، أن يحيي الموتى، نوقف عليها كيف وعليه؟ شو عليه؟ أن يحيي. شنها غريبة عليك صح؟ لكن الحين إن شاء الله تثبت عندك. ها أبو فاطمة كيف نقف عليها؟ أيوة يي، ها نوصلها كيف؟ أن يحيي الموتى. أيوة زين. نأتي إلى مثال آخر، هذه طبعا أيوة هذه أنت لاحظها إيش؟ محذوفة الياء، فما آتان في سورة النمل، حذف الياء ليش؟ ما في ياءين. نعم أحسنت. فحذفها هذه حذف لقراءة أخرى. في رواية حفص ماذا نفعل فيها؟ هذه في حال الوصل تثبت مفتوحة. ها محمد، فنقولها إيش؟ آتاني الله، فما آتاني الله خير، نثبتها مفتوحة. إذا وقفنا عليها ففيها كم وجه شيخ إبراهيم؟ فيها وجهين، وهما إثبات الألف، حذف الياء، أيوة، وإثباتها. يعني في وجه أن تثبتها كيف؟ طبق هذه بالحذف نسميه. الوجه الثاني إثباتها، فهي محذوفة الرسم صح، لكن نلفظها إيش حال الوقف. إذا وقفت بحذف الياء جاز لك الكيفيات، ما يحتاج تسأل، أنا بجاوبك من الحين. يعني فما آتان طول توسط قاصر مع الإسكان مع الروم، فما آتاني بإيش؟ بالروم جاز لك. لكن إذا بالياء ليس لك إلا الإسكان بياء ساكنة تمد مقدار حركتين. هذه حذفت من أجل هناك قراءات موجود. لكن هل حذفها لجازم؟ نحن نقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هي تكتب إيش؟ يتقي بكسرة ما في ياء صح؟ هاي محذوفة لأجل إيش؟ من أجل الجزم. قاعدة لغة عربية محذوفة لها، ليس فيها مسألة قراءات ما قراءات، فتقف عليها ومن يتق، تقف عليها هناك. أيوة ومن يتق الله تكسر حال إيش؟ حال الوصل مكسورة هي، لأن هي يتقي أصلها. نعم.
أيوة، فهذه الالتقاء ساكنين. ومن يتق الله في التقاء ساكنين بين القاف وبين ما بعدها. ها شباب، لا يوجد التقاء ساكنين، لأنها إيش؟ لأن أصلها ياء، فحذفت الياء، والقاف هذه ليست هي لام الكلمة. القاف هي ليست لام الكلمة، هي عين الكلمة تقى. فالمحذوف هي إيش؟ هي الياء. فهذه هي. إذن فما آتاني في سورة النمل لابد أن نعرف كيف نقرأها في حال الوصل وحال الوقف. يجون طلبة في الامتحان، والله يجون طلبة في الامتحان لما نقول لهم قف على هذه، يقول لك أنا ما أعرف، ما أقرأنيها المعلم. ليش؟ لأنه بس يمشي عليه يمشي. ليش؟ ولما يقف ما يقول له قف عليها، لا قل له قف، لأن مثل ما قلنا لو ما هو وصل اليوم بكرة ممكن يقف اضطرارا، ممكن يقف شيء، لازم يعرف إيش كيف يقف. زين، نأتي نلاحظ هنا هذه يعني صورة من المصحف، ونلاحظ هنا كلمة الذي يحيي، إيش فيها بعدها ضبط الياء الصغيرة، صح؟ زين، لأن بعدها إيش؟ لأن في حال الوصل نثبتها الذي يحيي ويميت، فلذلك إيش؟ تثبت في حال الوصل، في كذلك في إيش؟ في حالة الضبط. نلاحظ الثانية، قال أنا أحيي وأميت، وقف أحيي، وصل أحيي وأميت. نأتي إلى قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها مثلها. نأتي إلى الرابعة، شوفوا الصفحة الثانية، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وصلناها إيش؟ بياء واحدة. لو وقفنا عليه كيف نقف؟ بياء المحذوفة. إحنا قلنا الضبط يكتب على حسب الوصل، لكن حال الوصل ما في ياء، صح؟ في اللفظ، فما تكتب. إيش الحاجة لها؟ وليست محل وقف. لكن لو وقفت اضطرارا لا تقف كلمة على هذه الكلمة تحيي. البعض يقول هذا نحن لا نوافقه أبدا، وبنأتي لكم بالدليل الآن. لا نوافقه. أصل الكلمة الياء هذه الثالثة شيخ إبراهيم، لام الكلمة شيخ إبراهيم هني، لا لام الكلمة والله هي إيش؟ في كلمة تحيي المحذوفة الآن، تحيي الموتى. لام الكلمة يعني هي أصلها من حايية، الحاء فاء الكلمة، الياء الثانية عين الكلمة، الثالثة لام الكلمة. التاء هذه تاء ايش؟ المضارعة، معروف، أنيت. فإذا هذه وين هي هذه الياء؟ حذفت من أجل ايش؟ لا، حذفت رسما من أجل التماثل والتشاكل. ذكرت لكم قبل قليل كل ياءين، كل واوين، كل ألفين تحذف من أجل التماثل والتشاكل، لكن حذفت وصلا ايش؟ لفظا الآن في حال الوصل من أجل التقاء الساكنين. إذن لما نقف الآن أين التقاء الساكنين؟ ما فيش التقاء ساكنين، فترجع ايش؟ هذه الياء. يقول لك إذن لماذا لم يرسموها؟ قلنا لم يرسموها. قل أول سؤالك صححه، وقل لماذا لم يأتوا بضبطها؟ لأن الضبط عندهم كقاعدة أنها تضبط على ايش؟ حال الوصل، ولا تضبط حال الوقف. نأتي إلى كلام محقق هذا العلم، محقق هذا الفن، إمام الجزري رحمه الله، ونرى في كتابه الناشر المجلد الثاني صفحة 158 ماذا يقول. ننتبه لهذا الكلام، نص الكلام، ما أتينا بأي شيء زيادة عليه ولا نقصان. يقول قول أئمة القراءة إن الوقف على اتباع الرسم يكون باعتبار الأواخر من حذف وإثبات وغيره. كلام صح، وخاصة الكوفيون يعتمدون ايش؟ يعتمدون الوقف على الرسم، على المرسوم، معروف. زين، انما يعنون بذلك هذا القول الذي ذكره في البداية، قول الأئمة اللي هم يقفون على أواخر من حذف وإثبات، يعني محذوف يقفون عليه محذوف، ثابت يقفون عليه ثابت. هذا يعنون في ايش؟ يقول يعنون بذلك الحذف المحقق لا المقدر. الحذف ايش؟ المحقق الأصلي وليس المقدر. الآن في فما آتان أليس محذوف؟ لماذا نعقف فما آتاني؟ لأن حذفه حذف ايش؟ حذف مقدر، ولذلك احنا نثبته في حال الوصل.
فأجمعوا إيه؟ جمعوا بين الوجهين، بين الحذف وبين الإثبات، بما أنه ما فيه إثبات، رسمها ما فيه موجود. ويضعون ياء، تقول لك يضعون ياء صغيرة، نقول لك ما عليه يضعون ياء، زين لماذا تحذف وتثبت النون فقط في وجه؟ تقول فما أتان، ائتي إذن بالياء، لأنه منواصل. قال لا المقدر مما حذف تخفيف الاجتماع إيش؟ المثلين، اللي قبل التوني أقول لك إيش؟ من أجل التماثل والتشاكل. لا المقدر مما حذف تخفيفا لاجتماع المثلين أو نحو ذلك. وكذلك أجمعوا على الوقف على نحو ماء. ماء هل هناك ألف بعد الهمزة؟ فلكن نقف عليها كيف؟ ماء بألف، نساء، ملجأ، بناء. وترى نلاحظ في بعض، حتى بعض التسجيلات التي توضع في الإذاعة أحدهم يقف إيش؟ جزاء، يقف جزاء في بعض السور. فننتبه لما نوقف الطالب لابد أن نوقفه وقفا صحيحا. أين الألف هذه التي الموجودة هنا؟ مو موجودة في الرسم. لماذا؟ ليش موجودة؟ لماذا غير موجودة في الرسم؟ لأجل التماثل والتشاكل. يقول وين التماثل والتشاكل؟ في همزة. الهمزة هذه رأس العين لم تكن في عهد الصحابة موجودة، هذه من اختراع الخليل بن أحمد الفراهيدي. يعني كانت تكتب إيش؟ نساء هكذا بألف. لو وضعت أنت نساء، وما يضعون الهمزة هذه، ما كانت موجودة عندهم، لو يضعون ألف صارت ألف إيش؟ ألفين. فهذا ممنوع في الرسم. لاحظ مثلا كلمة الآن، أنا أترككم مثال. لو إحنا قلنا مثلا أمنة، كيف نرسم الهمزة على إيش؟ صورتها على ألف، صح؟ إحنا قلنا أخذنا باب الهمزة وذكرنا الصور، صح؟ نعم، ألف. خلتي إيش؟ همزة استفهام. هل همزة الاستفهام ترسم على إيش؟ على ألف. خلينا ندخلها على أمنتم. هل بنرسم ألفين؟ لا، نرسم إيش؟ ألف واحدة، ويضعون على السطر إيش؟ الضبط هذه اللي هي رأس العين. ليش؟ لأنه بيصير إيش؟ اجتماع ألفين. واوين ما تجتمع، واوين داود، تلوون، قس عليها. ياءين ما تجتمع إلا في كلمتين وقاعدة رسموها ورسمت في المصاحف، سأذكرهم فيما بعد. بالألف بعد الهمزة. وكذا الوقف على إيش؟ تراءى الجمعان. تراءى الجمعان. في لو تفتح الآن مصحف مثلا الباكستاني، شوف بتشوف إيش؟ بتشوف ما في بعدها ألف، بتشوف الألف فقط بعد الراء. تراءى الجمعان. لما تقف عليه كيف تقف؟ شوف في سورة الشعراء الآية 63 تقريبا. أيوة، لا مدرك في الشعراء، صح؟ أيوة. هذا المصحف شوية يتعب. شوف في مصحف ثاني، في مصحف ثاني. لا باكستان هذه الكبير كبير. أيوة الملون دي. سورة الشعراء 61. ما راح نبيع 63. يلا طبعا الستة هي الأردو أعتقد يكتبونها كيف؟ عين؟ شيخ وصلت؟ 63 61 شيخ موجود. ترى بعدين همزة، صح؟ ولا توجد بعد الهمزة ألف. ما تنجمعان. ما حط عليها دائرة؟ ما حط عليها دائرة. قرروها مني وناس مني. نعم. الآن لو كان في يدك هذا المصحف وتقرأ فيه، أو كان عندك طالب ويقرأ من هذا المصحف، ووقف هنا، أو قلت له أنت في اختبارا، أيوة، قلت له قف على كلمة التي قبل جمعان، كيف سيقف؟ مو موجودة ألف بعدها ولا هي منونة. أيوة، بما أن هذه الألف هي ألف إيش؟ لا، ليست ألف التثنية، هي لام الكلمة. تراءى من على وزن تفاعل. تفاعل
هي لام الكلمة، ولكن لما المصاحف القديمة، هل المصاحف في أحد الصحابة هل فيها همزة؟ فإذا كانت تكتب كيف؟ تاء راء ألف، 3 أحرف. الإضافة بتصير إيش؟ الهمزة والألف الآن. إذا هل هذه مصاحفنا مثلا يضعون إيش؟ يضعون همزة ويضعون ألف صغيرة قبلها. هؤلاء لا، ما وضعوا، وهم صح كذلك لأنهم على الوصل، لأن الضبط ما يكون إيش قلنا؟ ما يكون على الوقف. فلما جعلوا الألف هي الأولى هي الثابتة والثانية هي المحذوفة لام الكلمة، قالوا أن الطرف والطرف محل تغيير، فحذفوا الألف التي بعدها كالحذف إيش؟ في يحيي الموتى، تحيي الموتى. إذا وجدت هذا المصحف وأنت تقول أن تقف تحي، فعليك أن تقف هنا تراء، وإلا ما لك حل ثاني. ولكن نحن نقول ليس هذا الوقف صحيح، كما يذكر الإمام الجازي رحمه الله أنك تقف على إيش؟ تقف على الياء المحذوفة وإن حذفت ضبطا، لأن الضبط لا يكون إلا ويرسم إلا على الوصل، فإن لم تكن موجودة في الوصل فلا ترسم، لكن إذا وقفت عليها ولم تصل فترجع هذه التي حذفت تقديرا من أجل المثلين، كما قال الإمام الجازي رحمه الله. ورأى ونحوه مما حذفت منه الياء وكذا الوقف على، الآن أتى بالكلمة صريحة، الذين البعض يحتج على أنها محذوفة الياء فأقف عليها بالياء الأولى فقط. وكذا الوقف على نحو يحيي ويستحيي بالياء، وكذلك يريدون الإثبات المحقق لا المقدر، فيوقف على نحو وإيتاء ذي القربى، يقفون على وإيتاء، ما يقفون على إيش؟ إيتائي هنا القرب على الهمزة. وكذا على قال الملأ، ما نقف على الواو، قال الملأ. وما كان الشيخ جزاه الله خير الشيخ محمد سعيد تمر علينا كلمة فيها رسمة في النهاية وإلا كان يقول نقف عليها، ويقول لنا هذه إذن هي إيش؟ صورة للهمزة وليست هي منطوقة. ولذلك احنا في الامتحانات أحيانا من دخل امتحان هذه نقول حق بعض الطلبة إيش؟ قف على كلمة الملأ، قف على كلمة مثلا يظمأ، وكيف تقف عليها، وثم نجيب لك مثلا السوء، أساء، فيفكر أن هذه مثل تلك فيقف أساء، نقول لا هذه تختلف عن هذه. فلا بد أنت كمعلم لا بد أنك أنت تبين في مريت على هذه الكلمة تبين الوقف على هذه، مريت على الكلمة توقف. نعم. ثم قال لا على الياء ولا الواو، إذ الياء والواو في ذلك صورة الهمزة كما قدمنا. واضح ذي؟ ننتقل إلى بعدها. يلا باقي لنا من الوقت القليل خلاص. كلمات أخرى من نبأ المرسلين. كيف نقف؟ ها شيخ خالد؟ من نبأ. نعم هذه رسمت، يقولون صورة الياء، يقولون هي تقوية لحركة الهمزة، لأن الهمزة حركة إيش؟ الكسرة. فلذلك كانوا الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم كانوا يرسمون يعني بعض الحركات التي يريدونها يرسمونها حروفا. ولذلك لما أتى الإمام خليل بن أحمد الفراهيدي استخدم هذه الحروف التي استخدمها الصحابة اعتبارا للحركات في بعض المواضع لكي لا تلتبس مع غيرها، مثل كلمة على سبيل المثال كانوا يضعون إيش؟ يضعون حروف، يضعون مثل كلمة 100 وضعوا لها ألف. ليش؟ خشية التباسها بإيش؟ بمن، بكلمة من. 100 لو سويت من غير نقط ستجدها كإيش؟ ككلمة من، وهكذا قس عليها. فيضعون بعض الحروف أو يزيلون بعض الحروف لهذه المسألة. فمن نبأ المرسلين، أنا أذكر لما درسنا في البداية فكانوا يقول أن هذه الياء في حال الوصل تحذف لأجل إيش؟ لأجل التقاء الساكنين. هذا غير صحيح. لو كانت تحذف من أجل التقاء الساكنين أبو خالد لكان وقفنا عليها قلنا إيش؟ نبئي، أثبتناها. فهذه إذن صورة. وتجد بعض المصاحف كالمصاحف الهندية إيش؟ يضع على الألف ما يضع عليها شيء، ويضع الرأس العين هذه أو يجعل الياء هي الهمزة، متقرأ نبائي. تنتبه تبحث عنها في إيش؟ في سورة الأنعام 34 وستجد فيها أن هي مضبوطة على الياء.
قلنا هي إما سورة يعني. وفي نبأ من غير إيش؟ من غير ياء في القرآن الكريم. نعم، عن النبأ العظيم مثلا وغير حتى. أيوة، فننتبه لهذه. من وراء حجاب، لما تقف كيف؟ من وراء. يجوز لك فيها الروم، يجوز فيك لك الروم ولا لا يجوز؟ يجوز الروم. هذه صورة فقط، صورة إيش؟ للياء، هذه واضحة. في غيرها وراء من غير الياء؟ نعم في غيرها، هذه موجودة وهذه موجودة. لازم تعرف أن هذه اللي في الشورى موجودة. بالبعض يعلل ليش وليش، هذه إحنا ليس موضوع الآن. أيضا من مثلها من تلقاء نفسي، لما يعني أصلها لا أقول من تلقاء نفسها، لا، من تلقاء نفسي كسرة، وقفنا عليها. ها شيخ رياض كيف؟ أيوة فقط همزة. نعم، يجوز فيها الإسكان ويجوز فيها الروم. مثلها نعم صورة، أيوة صورة للهمزة، لأن الهمزة لها 4 أشكال، إما على ألف أو واو أو ياء أو من غير صورة. نعم، وكل شيء من هذه ال4 لها قواعد واستثنيات، لكن احنا مثل ما قلنا احنا ندرس اشياء في التجويد وليس في الرسم الان. نعم. وإيتاء ذي القربى مثلها، هذه الكلمات الموجودة ال4 فقط في القرآن الكريم. أيوة. الآن هذه ال4 التي رسمت، لا ليست الزيادة، التي رسمت الهمزة صورة الياء في المتطرفة. نعم. نعم. لا، من نبأ غير مختلفة، ما فيها مادة. نعم. أفإن مات، أفإن مت، نلاحظ إيش هناك يا زائد، هل تقرأ؟ ما تقرأ. أفإن مات، لماذا وضعت؟ البعض قال لأنها مكسورة عشان ما تكون أفأين مفتوحة، لا، عشان تثبت لك الصحابة رضي الله عنهم يبينون لك عشان لا تلتبس بغيرها. لأن إذا صارت بالياء فاعرف أن إيش؟ أن هذه كأنها حركة للهمزة، ما كانوا يرسمون الهمزة. أيوة، ولكن احنا ما نقرأ إيش؟ أفأين. وأنا متأكد لو كان هناك يقرأ أفأين، احنا مو بهذه. لا، من كانوا يعني أبو عبد الله، بعد من كانوا يعني الشيخ حامد عايد ما حد. هذه هل مرة في هذا الامتحان في كلمة، احنا دائما نأتي بالكلمات ال7 وال10 الأخيرية هذه، ألم نخلقكم والله يعني اليوم كنت أقول حق واحد وكان أبو عبد الله موجود، قرأها كيف؟ ألف لام ميم نخلقكم. يعني أنت ما تصدق، أنا فعلا سمعت، أنا كنت جالس هني هذا المكان، وكان واحد يقرأ علي، كان إمام مسجد يصلي بالناس، زين، وكان يريدون إيش؟ إنهم يشيلونه، فقال لازم تمتحن، فكان يأتي عندي ويقرأ، ومطلوب عليه كان جزء عامة ذيك الأيام. يعني هذه هكذا كان بهذه الطريقة في هذا المكان. ألم ترى كيف؟ قرأ ألف لام ميم كيف. قلت له تعال خلينا نقرأ أول البقرة. قال لا شيخ نسيت. ألم ترى كيف؟ نسيت، ما يصير. يعني احنا نقول ان احنا ما نتوقع ايش؟ يعني هذه الامور نقراها في الكتب، نقراها في عند اهل العلم. واحد يقول ايش؟ يقول لا فعلا احد يقراها كذا، فعلا تجد احيانا تعيش وبتشوف على ما يقولون، كل ما تدرس بتشوف ايه؟ بتشوف ناس. يعني هذا في امتحان نهائي يقرا لك هكذا. في البدايه بقى. في البدايه؟ يعني هو في البدايه كان بيقرا ازاي؟ لما في البدايه ازاي كمان بيقرا. ايوه زين. لا يعني انا اقول اذا لو كانت فيها رسومات مثل هذه أفإن مت أفإن مات، وهي مرسومه ما تلفظ، على كيف بيقراها؟ ايوه فأفإن ايوه. فننتبه بارك الله فيكم، لان القرآن كما بينا في اول درس وثاني درس قلنا ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخذه من جبريل، وجبريل عن الله عز وجل، فكانت المسألة ايش؟ مسألة مشافهة وتلقي، وليس ولا بد ان يعني يكون في لقية، يكون في سماع، يكون في مشافهة.
هذا كلام الله عز وجل. وإلا كان الله عز وجل قادر على أن يلقي هذا الكلام كلامه عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سن هذه السنة بأن يقرأ عليه عبد الله بن مسعود، وأن هو يقرأ على من؟ على أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. فكل هذه الأمور موجودة. الطالب لابد أن تقرأ له، والطالب لازم يقرأ عليك. لا تخلي بس الطالب هو يقرأ، لا، أنت اقرأ عليه. أحيانا تقرأ على آية آيتين، أحيانا سورة، اقرأ على الطلبة كلهم جالسين ما فيها أي شيء. هذه من باب إيش؟ واستشعر أنت أن هذه سنة كذلك، مو بس فقط أمر تعليمي. زين، ننتقل إلى نعم بقيت لنا بس شيء يسير. بأيد في سورة الذاريات، لاحظوا كيف مكتوبة، فنلفظ إيش؟ ياء واحدة ليست ياءين، ياء واحدة ليست ياءين. في بعض المصاحف ضبطها تضبط بنوع شكل فتحة، هي مو فتحة حقيقة لكن شكل فتحة. في مصحف هني ورش، هذا أنبله، هذا اللي تحت، هذا اللي تحت هو نفس وين؟ إيه هذه مستثناة، لكن هذه ما تلفظ، ما تلفظ أيضا. يعني اللي غير اللي أنا ذكرت لكم عشان ما أنسى، اللي تثبت بيائين وتلفظ يائين من كلمة واحدة هي كلمتين وكلمة إذا يعني أصبح لها شيء. الكلمتين ما هما؟ كلمة أفعيين التي في سورة قاف مرسومة بيائين، أفعيين، وفي سورة المطفعليين مرسومة بيائين هذه. وكلمة يحيي إذا أضيف لها ضمير، يحيين تكتب إيش؟ بيائين. يحييكم تكتب إيش؟ بيائين. لكن لو لم يضف لها ضمير يحيي مثل ما شفنا قبل قليل تكتب بياء واحدة. شفناها إيش كيف مضبوطة؟ وعليها إيش؟ الأولى عليها فتحة والثانية عليها سكون. أيوة، الأولى عليها فتحة والثانية عليها سكون، والثانية عليها سكون. كيف تقرأها هذه الآن؟ أيوة، بأيدي. لكن لا، هذه لأن الفتح عندهم هذه يسمونها جرة، والجرة هذه عندهم يضعونها على الحرف الذي لا ينطق. نعم، زي الدائرة هنا. نعم زي الدائرة عندنا. أيوة، انزين. نعم، نلاحظ كذلك بأيكم المفتون ياءين رسمت لكنها تلفظ إيش؟ ياء واحدة، أي بإدغام الياء في الياء. هل نقرأ هذه كالأولى أو الأولى كالثانية؟ بأيد ندغم الأول في الثاني في بأيد؟ لا. بأيكم هل نقرأها بياء واحد بأيكم؟ لا. وين؟ أيوة، سؤال زين من محمد. هل هذه 3 ياءات؟ هذه ياءين فقط. الحين لما اقرأها قرأت بكم ياء؟ بياء واحدة مشددة فقط. نعم، ولذلك احنا أتينا بمثال لأن البعض تختلط عليه. نعم، كذلك معنا الكلمات الأربع المعروفة: النبيين، الأميين، الحواريين، ربانيين. هذه الأربع ما في غيرهم، اللي هي الموجودة إيش؟ يضعون لك ياء معكوفة، وهي هنا 3 ياءات، ياء مشددة وبعدها ياء. الياء المحذوفة هي الياء المادية. الياء المحذوفة هي الياء إيش؟ الياء المادية. لابد إيش؟ طريقة قراءتها تكون صحيحة، وهذا ما يسميها البعض إيش؟ منهم من يسميها في مد التمكين، أي تمكن اللفظ منها. ما تقول النبيين، هكذا النبيين، الأميين، النبيين، شد عقبها ياء مادية. هذه 3 ياءات. أحسنت. ربانيين، رباني ياء ساكنة مكسورة إيش؟ ساكنة. الساكنة والمكسورة هذه نسميها المشدد، ساكن ومتحرك، بعدين ياء مادية. واضح؟ زين. نعم، اي في تماثل، حذفت الياء وضعت ايش؟ إشارة لها. نعم، بأيد احنا نقراها ياء واحدة مو بيائين. ايوه، ورسمت طبعا هذه يقولون يعني لمعاني معينة. نعم، يائين. نعم، ما مش مصحف يرسمها بياء واحدة. نعم. نعم،
نعم. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا. كثير من يقرأ بهذه النون المكسورة يقرأها بإيش؟ أيوة. فننتبه، عندنا كلمات ورد في المصحف، ورد في القراءة كلمات فيها ياء وفي موضع محذوفة الياء. نلاحظ الثانية، نشوف فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي. لابد أن نفرق بين هذه وهذه. تشوف البعض لا يستطيع أن يعني يأتي بالكسرة دون الياء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا. يا أخي كسرة، أعد، ما يأتي بهذه، ما عليه. خذ هذه اللي في المائدة ويت له وارجع له اللي في سورة البقرة، يقول اقرأ هذه واقرأ هذه. شوفوا، حط المصحفين يم بعض عشان يشوف ايش بعينه كذلك، ان هذه فيها ياء هذه ما فيها ياء. لابد ان نفعل معه بهذه الطريقة الطالب لكي ايش يعني يتذكر وما ايش ما يختل لسانه مرة أخرى. شيخ في سبب لهذه؟ نعم، بس رسما. نعم، هذه من غير سبب. هناك من القراء ايش من يثبتها كالإمام يعقوب رحمه الله. واخشوني ولا تشتروا، واخشوني يثبتها وقفا وصلا. نعم. عندنا مثلها من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتدي. إذا وصلنا لابد التأكيد على إيش؟ التأكيد على عدم الاتيان بالياء في الأولى والاتيان بالياء في الثانية، وليس العكس. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. لا، المهتدي ومن. نلاحظ كذلك ايش نوع التشابه فيهم في الياءات. نعم. كذلك معنا في كلمة أخرتني، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، ما يصح. لئن أخرتني إلى يوم، الشيخ هاني اقرأ لئن الأولى رقم 14. الأولى أيوة. لا 14 بس. 14. أيوة. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. أيوة. وإذا وقفنا كيف عليها؟ أخرتني. أحسنت. والثانية فيقول يا رب لولا أخرتني. أيوة. إلى أجل قف عليها، قف عليها. نعم. لابد النضع ايش بعين انصبنا ان نثبت هنا ونحذف هنا. قال أرأيتك هذا الذي، لا، ننتبه ما نحط الكاف مع هذا. أرأيتك هذا كهذا، لا، أرأيتك هذا الذي، نفصل في النبر. زين. نأتي إلى آخر شريحة تقريبا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. عبد الرحمن عندك آيتين. لا تكلم نفس إلا بإذنه. قف عليها. يوم يأتي. الثانية. يوم يأتي بعض آيات ربك. قف عليها. يوم يأتي. لابد من التفريق. نعم. طبعا عندنا هذه معروفة، وكنا حتى احنا صغار يقولون لإيلاف قريش إيلافهم. ننتبه بارك الله فيكم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. آية محذوفة في قراءة إيلافهم موجودة، لكن احنا قراءتنا في حفص ايش؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وفي البعض كذلك من باب التتمة يقرون ايش؟ لإيلاف قريش، لإيلاف قريش إيلافهم. يقفون هنا. أيوة، هذه ما نسويها في وقف في رأس آية نقف هنا. نعم محمد. إيه نعم، ما تسابق الهمس. يعني لو تي حق ورش يقرأ ايش؟ لإيلاف قريش إيلافهم. نعم. التوسط والطول أيوة يتفرد فيها ورش من طريق الأزرق. نعم. طبعا هذه قول الإمام الشاطبي رحمه الله فيما
ذكرناه قبل قليل. وفي هذه الآية كذلك الأخيرة سواء كانت لكلمة يحيي وغيرها إيلافهم واحذفوا إحداهما كورئيا خاطئين والأميين مقتفرا من حي يحيي ويستحيي كذاك سوى هيئ يهيئ وعليين مقتصرا وذي الضمير كيحييكم وسيئة في الفرد مع سيئا والسيء اقتصرا. هذا يتكلم عن رسم الهمزة متى تحذف صورة الياء سواء كانت صورة الهمزة أو كانت ياء. هذه من باب الرسم، ولكن نحن كان قصدنا إيش؟ الأمور اللفظية التي تكون مع الرسم، فنحتاجها مع الرسم في الأمور اللفظية. مثلا سيئا هذه أو سيئات، سيئة تجدها إيش؟ مرسومة ياء وصورة الهمز يعني الياءين مرسومة، لكن السيئات تجد فقط الياء والهمز هي على السطر. هذه من الرسم. هذا يعني آخر كلمة كانت إبراهيم. هاي إبراهيم، إبراهيم كم مرة ورد القرآن الكريم؟ تسمعكم مكتوب 69 مرة 69 مرة. زين 69 مرة ورد في القرآن الكريم، 15 موضعا في وين؟ في البقرة بروحها، والباقي متناثرة في السور التي بعدها. في سورة البقرة وتلاحظون في مصاحفنا كيف مرسومة بهذه الطريقة، 15 موضعا في سورة البقرة، لكن في خلاف في الرسم. نقول في خلاف في الرسم، تجد في بعض المصاحف مرسومة الياء، أنا كنت أتكلم عن الياء ها، فالياء إيش؟ محذوفة في بعض المصاحف، وفي بعض المصاحف ثابتة، تجدها ثابتة، ليس هناك خطأ، ليس هناك خطأ لو أثبتت هذه الياء. أما باقي المصاحف أو باقي المواضع اللي هي عددها 54 لا خلاف في رسمها بالياء. ولذلك يقول الإمام، لأن هذا كثير ما يأتي السؤال فيه حقيقة، يقول كيف هذه إبراهيم هني بهذه الطريقة رسمت من غير ياء وحطوا ياء صغيرة فوقها، وأما في غير هذا الموضع مثلا سورة النساء في أي سورة تجدها إيش؟ لا بياء موجودة بنقطتين، الياء الأصلية فيها. أيوة، لا هذه في الرسم أولا. أيوة، أما واحد يأتيني يقول لك لا، لأن قراءة ابن عامر الشامي رواية هشام دقة إبراهام، مثل إبراهام يقرأها في حتى في سورة النساء اللي مكتوب بالياء يقرأها إبراهام. ما عندنا نعم إبراهيم ابن ذكوان يقرأ بالخلف. أيوة، فعندنا إيش؟ يعني ما عندنا فقط الأصل هي القراءة الموجودة، لكن هذه كانت كتابة والبعض طلع إيش؟ قال لا، قال لأن السورة سورة البقرة هي موجودة تتكلم عن مين؟ سورة البقرة تتكلم عن اليهود، بتفصيل اليهود، وسورة آل عمران تتكلم في تفصيل في سورة مين؟ في بني مين؟ في النصارى. هاي تتكلم في اليهود وتتكلم في النصارى. كان إبراهيم عليه السلام معروف عند مين؟ عند اليهود، صح؟ نعم. فلما كان في إبراهيم عند اليهود ما كان اسمه إبراهيم، كان اسمه إبراهام، كانوا يسمونه إبراهام، يسمون هذه الطريقة. فيأتي البعض، يعني بعض أصحاب يعني التوجيهات مثل ما قلنا هي لا تلزمنا وهي استئناسية، يقول لك فأول المواضع والتي تكلمت عن بني إسرائيل فكتبت إيش؟ من غير ياء، لكي تدل على أنها إيش؟ أن الاسم هذه. بعدين تغير لما أتى فيها، تغير في الإسلام سمي إبراهيم. فناس إيش؟ عقليات بهذه الطريقة تقول نصدقها ما نصدقها، نحن نقول هذا الرسم، احنا علينا باللفظ الصحيح. فإبراهيم في سورة البقرة إبراهيم نلفظها في سورة النساء وفي سورة كذا كلها إيش؟ إبراهيم، بهذا سواء رسمت الياء ولم ترسم. نعم. أما القراءات هي موجودة المعروفة في 33 موضع يقرأها، يعني حتى ابن أو هشام لا يقرأ في 69 موضع، يقرأ تقريبا فقط في 33 موضعا. حتى في آية في سورة الممتحنة فيها اسم إبراهيم مرتين، يقرأ الأولى إبراهام والثاني إبراهيم. تصور يعني عشان تعرف أن هذا نقل مشافهة مو على مزاج. لو كان على المزاج كيف يقرأ في نفس الآية كانت إبراهيم في نفس الآية، فيقرأ واحد إبراهام والثاني إبراهيم؟ ليس بالعقل هذا، لكن هذا يؤخذ إيش؟ إنه نقل وهذه مشافهة. هذه كانت آخر مسألة في مسألة رسم الياءات التي علينا أن نعتني فيها لفظا
قبل أن نعتني فيها رسما لابد أن نعتني فيها لفظا، ونعرف الطلبة كيف يقف عليها، كيف يصلها، وماذا تعني هذه الياء إذا يعني أتت في الرسم زائدة أو كذا، فلا بد أن يتعرف على هذه الياءات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خير. بارك في سؤال. نعم، حاضر المسجد. الياء محذوفة من أجل إيش؟ من أجل التقاء الساكنين في حال الوصل إذا وقفنا حاضري، لكن سؤالك المفروض يقول أن هذه الكلمة أصلها حاضرين. حاضرين الفعل الاسم يكون إيش الجمع؟ حاضرين، أيوة بالنون. مقيمين الصلاة، أيوة. فحذفت النون من أجل الإضافة، قاعدة لغوية. مثل ثلثي الليل، طرفي النهار، أصل طرفين، ثلثين، يدين، صاحبين. فلما يأتي الإضافة حذفت هذه النون. حاضرين نفس، فنقف عليه حاضري، نصلها حاضري للمسجد بحذفه من أجل نسمي إيش؟ التقاء الساكنين. فإن كان الساكن الأول حرف مد فيحذف، وإن لم يكن حرف مد كان حرف لين فيكسر، مثل ثلثي الليل اللي هي الكلمات الأربع الموجودة في القرآن الكريم. تفضل. السند أو التواتر قال من شاء ما شاء. نعم طبعا، نعم هذا قول ابن مبارك رحمه الله، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم جزاكم الله خير.